واحد البنت قالت لباها وبابا راه واحد ولد الناس راه باغي يجي يخطبني، باغي يجي لعندك ويهضر عليا معاك. ايوا وهو يقول لها با ما فيها عيب بنتي، ما فيها عيب، قول له يدوس عندي. وداك الساعه نديو ونجيبو معاه في الكلام ونعرفوه. صافي داكشي اللي كان، مشات البنت وعيطت للدري ايوا وجاي باش يخطبها. دخل مع سيدي واستقبلوا باها ودخلوا الصالون، جلس وبدا كيمضغ في المسكه بحال شي بنت. وهو يشوف فيه باين البنت معجب وقال له مرحبا بك ولدي مرحبا، ولكن راه ما جات شي عيب انك جالس حدايا وكتمضغ في المسكه وانت زعما جاي تخطب يا حسره. شاف فيه داك الولد وقال له ولكن عمي راه المسكه ضروريه من بعد ما يكمل واحد شي قارو. شاف فيه وقال له ويلي وكتكمل؟ قال ليه ايوا شويه شويه وصافي مع شي كويس ديال الشراب. شاف فيه وقال له ايه وزايدها كتسكر. رد عليه مره منين كنكون كنقمر. قال لي ايه وفين كتلعب القمر؟ قال لي في واحد البار. جاوبوا بات البنت ايوا ومن امتى وانت كتمشي لهاد البيران؟ قال ليه الدري من نهار خرجت من الحبس. قال ليه با هي زيدني. ايوا وعلاش دخلتي للحبس؟ قال ليه حيت ضربت واحد الراجل بالموس وقتلته. باين البنت بدا يدخل معاه الصهد، هو يقول ليه وعلاش قتلتيها وليدي؟ قال ليه الدري على والو مشيت باش نخطب من عنده بنته بحالك هكا. ايوا ما بغاش يزوجها ليا، ايوا وانا نوض نسالي معاه. وهو الراجل يقول لبنته وجيبي الصينيه الله يتبعك البلا، جيبي الصينيه. مرحبا بك وليدي مرحبا بك، الدار دارك نتايا من هذا النهار نتايا هو ولدي. فين غادي نلقاو حسن منك؟ وليت قالت عليك خفافت عليا. هادي نعم سيدي وحده جا واحد باش يخطبها وهي تسولو، قالت له شنو كتخدم؟ وهو يجاوبها وقال لها انا فنان. قالت له هي مزيان ايوا اجي بعدا شمن فن كدير؟ قال لها وقلت لك انا فنان. وهي تقول ليه ايه راه عرفناك فنان، ولكن شمن فن؟ واش مغني، واش رسام، واش ممثل؟ جاوبها هو ما يتبعك النبنة، انا راني فنان كنحط العجينة في الفنان وكنخبزها ونطيبها. هذا نعم سيدي واحد الاستاذ مشى لعند التلميذ ديالو كاسول في القسم، مشى لعند داك الكاسول وسولو قال له دابا انت شنو تختار؟ لا الا خيروك بين الادب والمال شنو غادي تختار؟ قال له الدري بطبيعه الحال يا استاذ غادي نختار المال، راه الفلوس ما كاين ما حسن منها. وهو يشوف فيه الاستاذ وقال له سير مكرلخ الاخر، عرفتك غادي تختار الفلوس حيت انت يا مكلخ. شاف فيه داك الكاسول وقال ليه كنت عارفك تا انا استاذ، انت يا باغي غير طيح مني حدا التلاميذ وتقلل من القيمه ديالي. ايوا جاوبني انت ولا خيروك استاذ بين الادب والمال شنو غتختار؟ وهو يشوف فيه الاستاذ وقال له بطبيعه الحال غادي نختار الادب. شاف فيه الدري وقال له ها احنا وصلنا ليها استاذ، كل واحد فينا وكيختار داك الشيء اللي ناقصه. انا ناقصني الفلوس، ايوا وانت ناقصك الادب. نتايا راك غادي تشبع ادب، ايوا وانايا نشبع فلوس. هادي واحد المرة مشات استقبلت راجلها في المطار. استقبلته وهو خارج وفرحان وجا لعندها كيجري وهي تعطيه واحد المصحف عطاتو قرآن وهو يفرح قال لها الله شكرا، احسن هدية في حياتي هي هادي. شافت فيه هي مخنزرة وقالت ليه لا هادي راه ماشي هدية، هاد القرآن جبتولك باش تحلف عليه. شاف فيها معجب وقال ليها الله يا لالا الله يا لالا الله، علاش غادي نحلف عليه ياك لاباس؟ وهي تقول لي تحلف عليه انك ماشي انت اللي سرقتي لي الذهب ديالي حيت راه تلف ليا.
جا عندي يا سيدي واحد صاحبي، جا لعندي وقال لي بغيت نسولك الله يرحم الوالدين يا عمي الحاج، ومع راكم عارفيني انايا مثقف وعزيز عليا ندير الخير. قلت له تفضل يا ولدي سول مرحبا. بغيت نسولك على الراجل فوقاش كيوقف ما كيبقاش يشوف في العيالات نهائيا شمن عمر. قلت ليه انا اش غادي نقول لك، الكذوب على الله حرام، الكذوب على الله حرام. الراجل راه واخا يوصل حتى 70 سنه راه كيبقى يشوف في العيالات الا لا جاتو الجلاله في عينيه. واحد السيد سول صاحبه، قال لي ياجي يا صاحبي ياجي، راه نسيت ما سولتكش واش مازال خاطب هذيك البنت. قال ليه الاخر لا، ولكن علاش؟ وهو يقول ليه حمد الله، حمد الله وشكرو، راك تهنيتي منها حسن ليك. هذيك البنت راه كانت ما تسواش وخايبه، وكانت السمعه ديالها مرمده على الارض، ما عندي ما نقول لك. ايوا وكانت كتمشي مع كلش. هو الحمد لله، الحمد لله اللي ما تزطمتيش. وهو يقول لي ايوا وشنو درتي دابا بعدا؟ قال واش غادي ندير، راه ما بقيناش مخطوبين ولينا مزوجين، راني تزوجت بها. الله 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 الله، ربي السلامه. شي بعض المرات بنادم خصك تخليه حتى يكمل لك الهضره، ماشي غا قال لك لا وانت تكسيري. هذا العام سيدي واحد الراجل كان في واحد الدوله، كان مسافر ايوا ومرض تمايا، ومنين داوه للطبيب كان خصهم يديروا له عمليه، وهما يعطيوه التليفون وقالوا له هاك اتصل بالزوجه ديالك قبل ما نديروا لك البنج. صافي داكشي اللي كان العام سيدي شد التليفون، ايوا هو يتصل بالزوجه ديالو وقال لها الو الو يا مراتي انا راني في الطبيب. جاوبته هي ياك لاباس، شنو وقع لك؟ قال لها هو اليوم راني كنت في الاجتماع ايوا ودخلت علينا واحد البنت سميتها ريم، كتجري وكتغوت وكتقول لك تابعينها 3 ديال الرجال مسلحين، هجموا علينا في داك الاجتماع انا وصحابي وضربونا بالرصاص. ايوا واحد جات فيه في كرشو والاخر جات في رجلو، وانا جاوني 2 رصاصات في يديا، ووقع لي واحد الهرس كبير في يديا. ايوا وصحابي الاخرين مساكن ماتوا. ايوا والثالث راه في غيبوبه في العنايه المركزه، وانا راني داخل دابا لغرفه العمليات. على داكشي كنعيط لك باش نسمع صوتك اخر مره حيت ندير العمليه، باش يحيدوا لي داك الرصاصات. ودعي معايا. وهي تجاوبو وقالت ليه اجي بعدا وشكون هي هذيك ريم؟